جيلي جي اكس 3. تعالوا نشوف كده الماكس دي بتاعتها بكل تفاصيلها. فرش جلد للعربية كلها، معمول بسكوتش علشان ما نفكش الكراسي ولا نلعب في الفيش بتاعت الايرباك. اهي بصوا واصله لغايه فين، لغايه تحت الرجلين خالص. هنا كلها راكبه التفاصيل زي ما انتم شايفين، اهي مقفوله، تتفتح وتتركب في 5 دقايق، مغطيه كل الارضيه كامله. تعالوا نبص ورا، بصوا كده. طبعا كل ده مظبوط على العربيه بالملي. تعالوا نشوف التفاصيل هنا. كل الفرش مقفول بسكوتش كامل اهو. عربية كلها جلد مفروشة زي ما انتم شايفين. هنا دواسة السواق بكل تفاصيلها، واصلة لغاية تحت دواسات. هنا كلها بسكوتش متقفل زي ما انتم شايفين. كل تفاصيل العربية زي ما انت شايف. بالاضافة بقى ان احنا عملنا دواسة الشنطة الجلد اهي. الدواسة عشان تحافظ على الشنطة، مقفلة لغاية الاخر زي ما انتم شايفين، برضو بسكوتش ممسوكة. الحاجة بقى الجديدة اللي كانت ناقصة العربية، الجراب ده. العربية زي ما انتم شايفين مفيش مكان احط فيها الطفاية، ما عنديش مكان احط فيها المثلث وحاجاتي الخاصة. اقدر اشيل ده واحط حاجة اتخن. بصوا العرض قد ايه اهو، تقدر تنزل والجراب بيشيل. الجراب ماسك كويس جدا، هنا متقفل عشان كل حاجة معمول بحيث ان اي حاجة تقيلة فيه ما تدبش في العربية. زي ما انتم شايفين التفاصيل بتاعت الحاجة اهي. ادي الشنطة، غيرت من معالم العربية تماما وحافظت على الدواسة بتاعت الشنطة، خلتها بالشكل الجميل ده.